خليني اقول لك حاجة بصراحة، انك تشتغل حاجة واحدة بس دلوقتي ده طريق مسدود. المنافسة بقت عالية جدا، ما ينفعش تبقى فيديوجرافر بس ولا فوتوجرافر بس ولا اديتور بس. مفيش حد دلوقتي محتاج حد يصور بس ولا واحد يعمل اديت بس. الناس بقت بتعمل كل حاجة عشان تعرف تشتغل. لو انت ماسك جنب واحد بس وقاعد تقول انا اديتور بس، هتفضل قاعد مكانك مستني الشغل او مستني حد يصور ويجيب لك الشغل. انت كده بتاخد حتة من الشغلانة مش الشغلانة كلها، وساعتها هتبقى فلوسك اقل وتعبك اكتر بكتير. واكتر حاجة الناس مش واخدة بالها منها، انك لما تشتغل اديت بس قاعد في البيت اديت 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 على طول، طبعا عشان انت مش واخد الشغلانة كلها اللي هي طبعا في العادي بتبقى فلوسها قليلة جدا. فانت محتاج تعمل اديت كتير لحد ما تعرف تعمل فلوس، فبالتالي هتفضل قاعد في البيت حياتك كلها عبارة عن اديت. انت كده مش حر، انت كده سجنت نفسك بالحياة. طب الحل ايه بقى؟ الحل انك تصور وتمنتج وتفهم الوان، حتى لو على قدك، حتى لو بسيط. كل ما فهمك يكبر كل ما قيمتك عند العميل تعلى. فبوس ايدك، حاول على طول تزود نفسك، ما تسندش على حاجة واحدة بس. خليك كده حرك في كل حتة عشان تعرف تشتغل. اللي بيعمل حاجة واحدة بس هيتوه، صدقني والله هيتوه. اقفل يا عم، خلاص الفيديو خلص.